تعالي بس، رايحه فين؟ انا عارفه ان انتي مستعجله وما عندكيش وقت، عشان كده عملتها لك كلها في خطوه واحده. تابعوا معايا فيديو النهارده، لان حقيقي فيديو النهارده للموظفه المستعجله اللي ما عندهاش وقت تقف في المطبخ خالص. يلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله، بس ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير. معايا كيلو من الدبابيس، تقدروا في وصفتنا النهارده تستخدموا دبابيس اجنحه، وراك، صدور، اللي انتوا عايزينه. جبت بوله وضفت ليها شويه توابل، منهم الثوم والكاري والكركم وكمان الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الزيت، ومعلقه كبيره من بهارات الفراخ. هبتدي ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض لحد لما تمتزج معايا وتبقى معايا بالشكل ده. وخلي بالك هنا انا قبل ما بضيف الفراخ في التوابل بكون عامله لها محلول علشان تتخلص من اي حاجات كده مش لطيفه فيها، وغير كده وكده كمان بتساعدني ان الفراخ بتاعتنا او الدبابيس يكون طعمها حلو معانا. واظن عملنا المحلول ده كذا مره قبل كده مع بعض. بعد ما بتربلها التتبيله الحلوه ديت، يا ريت يعني لو تسيبوها شويه كده في التتبيله عشان تكون التتبيله ثابته فيها شويه. في الوقت دوت طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اجرب كل حاجه جديده وغريبه. لقيت في السوبر ماركت الاكياس ديت ومكتوب عليها تتبيلات للرز او رز بطعم الكاري، فجبتها وقلت اجربها. كوبايه من الميه، والكيس اللي انتوا شفتوه معايا دوت بيكفي ليه كوبايتين رز. شايفين بقى الاكياس الحراريه اللي انا بوريها لكم دي؟ محدش يشتريها خالص يا جماعه. خدوا سكرين كده من الصوره دي، ومحدش يجرب الاكياس الحراريه دي خالص. هقول لكم ليه دلوقتي. جبت الكيس بقى ايه، مش عايزه اقول الكيس الحلو لان هو مش حلو، ورحت ايه فاتحه الكيس وعامله له طبقه من الدقيق. عملت طبقه من الدقيق علشان انا مش عايزه الدبابيس بتاعتنا تلزق جوه الكيس، وبعد كده بتروحي مفضيه الدقيق ده تاني. وبجيب كميه الدبابيس دي كلها وابتدي ان انا اوزعها جوه كيس. طبعا انت هنا لازم تراعي، مثلا انت هتعملي كيلو من الدبابيس يبقى تستخدمي الاكياس اللي هي حجمها متوسط علشان تاخد الكميه كلها. هتعملي كميه اصغر يبقى تشتري الاكياس الاصغر شويه، بس انا بفضل انت دايما تشتري الاكياس اللي ايه الحجم المتوسط، وما تشتريش النوع ده، وهقولك على النوع الحلو اللي تجيبيه. بروح في الوقت ده كمان اجيب بقى ايه كوبايه ونص من الرز المصري المغسول المتصفي كويس جدا، واجيب الخلطه اللي انا دوبتها مع الميه. وهنا كانت المفاجاه، اول لما نزلت بيه الخلطه ديت الكيس اتفتح لوحده كده، واضطريت في الوقت ده ان انا افصل الكاميرا وافصل التصوير واحط بقى الكيس ده جوه الثلاث اكياس كمان علشان خاطر الميه ما تنزلش منه. ضفت كمان ربع كوبايه من الحليب وقفلت عليهم كويس جدا جدا. وفي الوقت دوت الفرن بتاعنا كان شغال على درجه حراره 200. دخلت الفرن على الرف الاوسط مده لا تقل عن 45 دقيقه لحد لما تطلع معاكم بالشكل ده. كلكم دلوقتي هتقولوا لي يا نشوى الرز مستواش، وانا هنا هقول لكم هو الرز مش مستواش، الرز بقى طالع مفلفل والريحه بقى ايه قلب البيت. عايزه اقول لكم ان الخلطات دي طلعت حلوه جدا، وبفكر ان انا اجرب ايه باقي الخلطات بتاعتهم لان عندهم كمان بطعم اللحمه ممكن اجربه. الفراخ طبعا مستويه جدا. عايزه اقول لكم طعم الرز حلو قوي يا جماعه، يمكن اقول اكتر يعني احلى من الفراخ. وكمان نوع بقى الاكياس الحراريه الحلو اللي ممكن تشتروه هو نوع فالكون، هو ده النوع المضمون، لكن مش اي كيس حراري نروح نشتريه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا شجعوني بلايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.